السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معاكم قناة يوميات بسكوتة عزو. أتمنى من كل اللي يشوفني يشترك في القناة ويحط لايكات على الفيديو. معنا فيديو جديد ويوم جديد ونسمي الله ونصلي على الرسول. جبت هنا كان عندي لفت شارية الصبح صابح كده، فقلت أبدأ فيه على طول. بدأت أنضفه وأشيل العروق منه، باخد كام عرق كده منها، مش باخد كتير منه، وأنضفه وأشيل الزيادات اللي فيه. وبعد ما نضفته غسلته غسلة تمام جدا جدا من المية. أسهل طريقة للغسيل اللفت إن هو يتساب في المية شوية لحد الطينة اللي فيه ما تبوش وتنزل منه بكل سهولة، ونمسك واحدة واحدة ندعكها كده. ممكن نخصص فرشة للغسيل اللفت أو البطاطا أو أي حاجة فيها طينة. ليفة، فرشة، أي حاجة بتشيل فيها منها الطينة بكل سهولة. أنا هنا سبته في المية منقوع شوية وبعد كده غسلته نضف معايا على طول. وبدأت أقطعه كده بالسكينة اللي هي المشرشرة دي، وممكن سكينة عادية أي حاجة موجودة في البيت. أنا دي عندي موجودة بقالها فترة. بدأت أقطعه قطع صغيرة كده، يعني الحتة كده على قد الأكل على طول، بدل ما ياكلوها يقطموا منها ويترمي. مكعبات صغيرة، صوابع كده زي البطاطس، أي تقطيعة اللي تحبيها تقطعيها بيها عادي. هقطع كله مع بعضه واسيبه شوية. بعد كده هسيب عليه مية شوية برضو واشطفه تاني بعد التقطيع، هشطفه كمان شطفة كده على السريع. واشوف، مش بسيبه يدبل بملح او كده، لا، اللفت بتاع شهر 12 عموما نازل جميل جدا، يتاكل كده وهو ني. طري ومفيهوش مرارة ولا فيه اي حاجة. اللي بيبقى فيه مرارة او اي طعم متغير، ده بنتبله بشوية ملح ونسيبه 4 ساعات، ساعتين، 3، ينزل المرارة اللي فيه. لكن هنا ما شاء الله خدت واحدة حتة كده كلتها مفيهوش اي طعم ولا مرارة خالص، طري وجميل جدا. هنا جبت 2 لتر مية من الفلتر عادي، ولا غليها ولا اي حاجة، مية عادية جدا. حطيت على اللتر المية معلقتين ملح. دول 2 لتر معايا، حطيت 4 معالق ملح. وبعد كده دقت الحدق بتاعه، لقيته محتاج معلقة كمان، يعني يعتبر ال2 لتر واخدين 5 معالق ملح اللي هو الخشن، مش ملح الناعم معايا، ملح اللي هو الخشن، اللي هو بتاع اللي هو بتاع المخللات. وعندي 2 حباية بنجر. بشرت واحدة وقطعت واحدة ترانشات. هنا نزلت كل حاجة، يعتبر حطيت 5 معالق ملح ومعلقة سكر في المحلول بتاع المخلل. وبشرت بنجراية وقطعت واحدة كده، قلت لو احتجتها احطها عادي. هنا جبت البراطين بتاعتي مغسولة ومتعقمة ومتنشفة جدا. عبيت اللفت فيها على طول، ما سبتوش يدبل ولا اي حاجه بالملح زي ما بنعمله، لو ممرر، لو مش ممرر وصابح زي دوت كده جميل جدا، بشتغل بيه على طول واخلله على طول. هنا عبيت برطمان وهجيب برطمان تاني، ما شاء الله الكميه معايا خدت برطمانين اتنين، ب2 لتر ميه، ب5 معالق ملح الخشن ومعلقه سكر. السكر بيحافظ على القرقشه بتاعت اللفت بتاعه، يعتبر الماده الحافظه بتاعته هي معلقه سكر واحده. ولا حطيت خل ولا حطيت اي حاجه، هي يعتبر بنجرايه والملح ومعلقه سكر واحده. هحط الميه على البنجر كده لحد ما اغطي الوش بتاعه، وهلفه كده لفه وهرجه شويه. لو احتاج ميه تاني عادي، ممكن لو الميه نقصت معايا ازودها واحط معلقه ملح جديده، ما فيهاش اي مشكله. بس ما شاء الله الميه اللي انا عاملاها ال2 لتر طلعوا على قد البرطمانين بالظبط. نغطي الوش بتاعه كويس قوي عشان ما يعملش معايا ريم او يبوظ ولا اي حاجه. استريتش ريب او كيس زي ما انا ما عملت كده، اي حاجه موجوده نضغط بيها شويه ونقفل كده كويس لحد ما يخلل معايا. الطريقه دي هتخلل معايا اللفت من 3 4 ايام بالظبط، ونبدا نفتح عليه. هقلبه بس كده شويه، وممكن يتساب كده ساعة أو حاجة مقلوب، وبعد كده أعدله ويتركن كده لمدة، بس ما يتعرضش للشمس ولا أي حاجة. يعني لو حد عنده بلكونة أو حاجة ما يحطوش في شمس. أنا هحطه عندي قدامي هنا في المطبخ، مش هعرضه لأي حرارة. هنا خلصت ما شاء الله الكمية. نبدأ. ده كان في يوم. الفيديو معايا كده يعتبر واخد مني على الفيديو، واخد على يعني الليفت في يوم، وبعدها ب3 ايام بدأت اعمل الهريسة وافتح على الليفت. وكان معايا اوردر برضو حاجات محشي احضرها. كل ده كان في يوم تاني. هنا جبت الفلفل الرومي بتاع الهريسة، انا بعملها بقى بالرومي اللي هو البارد، مش بالحامي. ممكن لو عايزة اعمله حامي ممكن ادخل ده في دوت، يبقى الطعم بتاعه مش حراق قوي معايا.
غسلته ونضفته كويس قوي، بغسل الفلفل من بره تمام وافتحه وانضفه من جوه برده، مش بغسله واشتغل فيه على طول الا لما افتحه تحت الحنفيه واشيل اي زيادات فيه، البذر بتاعه اي حاجه فيه لازم اشيلها تحت الحنفيه واغسله برده غسله تمام تاني. هنا مش هشتغل فيه على طول ولا اعمله في الهريسه على طول الا لما يتنشف كويس جدا. لو نقطه ميه في الهريسه بتعمل عفونة، ما بقاش كويس خالص، لازم يتنشف كويس جدا 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 من اي ميه. هنا بعد ما غسلته سبته شويه كده حوالي ساعتين يتصفى ونشف جدا على الحته بتاعه المطبخ دي. انا مخصصاها لغسيل الخضار، طبعا بنشف عليه اي خضار للمطبخ. بدأت هنا افرمه في الكبه من غير اي اضافات ومن غير اي حاجه، حبه بحبه كده. وبعد ما افرمه كويس، اللي حابب يحط قرنين شطه ماشي، اللي حابب يعملها كلها شطه ماشي، بس انا مش بعملها كلها سبايسي لا. هنا هعمل نص كميه سادة، وهعمل نص الكمية التانية هضيف عليه توم لتتبيلة بتنجان، لتتبيلة سمك، لتتبيلة أي حاجة، يبقى عندي من دي سادة للطبيخ. ممكن أضيف بيها على صلصة محشي، على أي صلصة موجودة أستخدمها سادة، والتانية بالثوم. يعني بعمل من ده واعمل من ده. هنا ما شاء الله الكمية طلعت معايا كويسة جدا، بس مش دي طبعا اللي هستخدمها لمدة سنة لا طبعا. هجيب تاني، انا متعودة لما باجي افرز حاجة او اخزن حاجة مش بجيبها كلها مرة واحدة. اجيب حاجة كل ما اجي اشتري خضار اجيب منها كيلو 2 كيلو خضار، الفلفل دوت اي حاجة بجيبها اجيب 2 كيلو كل مرة. بعد كده الاقي الكمية عندي بقت كتيرة ما شاء الله. هنا عبيت برطمانين سادة الفلفل السادة، وبرطمان واحد بالثوم ما شاء الله. ولسه هجيب تاني واكمل تاني ان شاء الله، لان الفلفل نازل غالي جدا، الكيلو ب25 جنيه، كنا بنجيبه الاول رخيص عن كده بكتير. هنا كان عدى 3 ايام لا 4 ايام على اللفت، ما شاء الله جميل جدا جدا ومقرمش وحلو قوي. ولا سبته دبل بالملح ولا سبته، يعني اشتغلت فيه على طول. جميل قوي، جربوا الطريقة دي سهلة وجميلة جدا. اللي حابب يضيف ليها جزر او قرنبيط او اي حاجة بيبقى طعمه جميل جدا. هنا خلصت المخلل وخلصت الهريسة، وبدأت هنا كنت عملت الاوردر تحضيرات. هنا ما شاء الله كنت بدوق كام واحدة كده مقرمش وحلو قوي. كنت بدأت عملت التحضيرات بس ما عرفتش اصورها، النور كان قاطع حوالي ساعتين في اليوم دوت. عملت الكرنب وحضرت البتنجان الاوردر اللي كان معايا، بس ما صورتش، انا خدت صورة بس في الاخر لان كان النور قاطع عندي. هنا جبت كوسة والبتنجان المخدد، والكرنبتين سلقتهم وحضرتهم، كل ده كان النور قاطع عندي. كنت خلاص كده خلصت اليوم بتاعي كله يعتبر خلصت، او ما شاء الله كده المنظر. والف هنا على كل اللي ليه نصيب في حاجه واكلها، ما شاء الله كده الحاجه خلصت معايا على طول ما خدتش وقت. وخلصت الاوردر وخلصت الهريسه واللفت كان خلص معايا وكان يومي خلص الحمد لله. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.